يقول ابن قدامة وهو مذهب الحنابلة، قال: فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، والكراهة عند الأولين هي الحرمة. قال: لأن فيه زيادة على مصيبتهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. وقال الحطاب المالكي وهو مذهب المالكية، قال: كرهه جماعة وعدوه من البدع. وقال ابن الهمام الحنفي وهو مذهب الحنفية: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، قال: وهي بدعة مستقبحة. وقال النووي وهذا مذهب الشافعية، قال: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحبة. طعام، والله الطعام كما هو يلقى في مكب النفايات في بيوت العزاء. أنا أتعجب من أين جاءوا لنا بهذه السنة. هذا الطعام لو أعطي للفقراء لكان أنفع للميت. هؤلاء الذين يصنعون الطعام في بيوت العزاء من أين جاءوا بهذه السنة؟ عادة شنيعة. والذي لا يصنع الطعام يا ويل ويله، يا ويل ويله، بخيل لا يحب الميت، يا ويل ويله. هذا الطعام الذي يصنع من أهل الميت في بيوت العزاء عده الصحابة من المحرمات. ماذا؟ عده الصحابة من المحرمات. لذلك ذهب جماعة من أهل العلم: يحرم عليك أن تأكل من طعام أهل الميت الذي يصنعونه. وهذا ليس من كلامي وإنما من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير البجلي صحابي جليل في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة. هذا الطعام يعدونه الصحابة من النياحة، والنياحة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تتب النائحة تقام يوم القيامة وعليها درع أجرب تفضح في أرض المحشر تبتلى بجرب في جسدها. قال جرير البجلي: هذا من النياحة يوضع في مكب النفايات. لا حرج من أقارب الميت ومن جيرانه أن يصنعوا الطعام لأهل الميت. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم، لكن ليس أن يصنع أهل الميت. وكره الأئمة رحمهم الله تعالى الأربعة هذا الفعل والنصوص في ذلك كثيرة. وهذه أقوال الأئمة من فقهائنا ومن علمائنا. اسمع بالله عليك. يقول ابن قدامة وهو مذهب الحنابلة، قال: فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، والكراهة عند الأولين هي الحرمة. قال: لأن فيه زيادة على مصيبتهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. وقال الحطاب المالكي وهو مذهب المالكية، قال: كرهه جماعة وعدوه من البدع. وقال ابن الهمام الحنفي وهو مذهب الحنفية: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، قال: وهي بدعة مستقبحة. وقال النووي وهذا مذهب الشافعية، قال: وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحبة. هذه أقوال الأئمة